ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد مع يوميات حنان في المطبخ، ووحشتوني جدا. فيديو النهارده لمحبين الفول السوداني. يلا نشوف وصفة النهارده. ايه هي؟ معايا هنا حبة فول سوداني، اي كمية انت حابة تستخدميها. تمام كده. هنقشرها ونجيبها بالشكل ده. طبعا تقدري تجيبي سوداني مقشر من غير اي تمليح. تمام. ومعايا معلقتين كاكاو، ومعايا ربع كيلو شوكولا بيضة. تمام. حابة تستبدليها بالشوكولاتة الغامقة عادي جدًا. ومعايا ربع كوباية جوز هند. وصفتنا بقى عشان تكمل لازم نطحن الفول السوداني اللي معانا، بس ما نطحنهوش جامد، يعني نكسره كده نُص تكسيرة زي ما بيقولوا، هنخليه مجروش. أنا عندي الكيس ده بتاع البقوليات يا جماعة، هو بيتقفل. تمام. سهل في الغلق يعني. فهاحطهم فيه وهادق عليهم كده بسيط خالص لحد ما تتكسر معايا، وتبقى الفولة حوالي على 5، 6 قطع كده. مش مفرومة أوي يا جماعة. تمام. بالنشاب عملتها قدامكم من غير أي صعوبة، ولا هنوسخ فيها مواعين كتير ولا أي حاجة. تمام لحد كده. الحلة دي حلوة جدا جدا وكمان مغذية. أتمنى تجربوها واعملوها لأولادكم، كبير وصغير هيحبوها جدا جدا جدا. دي الطريقة اللي أنا عملت بيها. شايفين الحجم الفولة أنا عايزاها تتكسر بإزاي؟ بالشكل ده. هنا دوبت الشوكولاتة بتاعتي على حمام بخار، سيحتها وخلاص كده تمام زي الفل. دابت معانا. وهنزل بيها على الفول السوداني في بولة علشان اعرف اعجنهم كويس. هنا بقى بفكركم لو انتوا نسيتوا تحطوا لي لايك، يا ريت ما تنسونيش في اللايك لان هو اللي بيرفع الفيديو. نزلت عليهم بالشوكولاته طبعا. قلت لك ان انت لو حابه شوكولاته غامقه مفيش اي مشاكل خالص. لو حابه تستبعدي الكاكاو عادي خالص، بس بيدي طعم حلو ونكهه حلوه. عايزه اقول لكم ان فعلا نوع الحلا ده مغذي جدا ومفيد، فاتمنى تجربوه. خلاص كده. هنزل عليها بباقي الشوكولا اللي معايا علشان تبقى متماسكه. وبعد كده هنزل عليها بمعلقتين الكاكاو، وزي ما قلت لك لو حابه تستبعديهم مفيش اي مشاكل. وبعد كده هنزل عليهم بحبه جوز الهند، يعني نص كوبايه الجوز الهند اللي معايا كوبايه صغيره يا جماعه. هتاخدوا ربعها بس علشان تبقى زي عجينه كده في ايدك انتوا بتكوريها. انا هعملها بالمعلقه بتاعه الايس كريم علشان تبقى كلها في حجم واحد. وطبعا الحمد لله ما ظبطتش معايا كالعاده انهم يبقوا نفس الحجم، بس مفيش اي مشاكل. الحاجه دي احنا اللي هناكلها، وتجربه وحلوه جدا. خلاص بعد ما خلصتها وريحتها حطيتها في التلاجة شويه علشان تمسك معايا وتجمد شويه عشان اعرف اقطعها. هنا معايا باقي جوز الهند، وهجيب بقى المعلقه بتاعه الايس كريم واقطعها واحطهم زي ما انتم شايفين دلوقتي في جوز الهند. هكورهم وهعملهم كلهم بنفس الشكل. هسرع لكم الفيديو هنا علشان ما ارخمش عليكم. خلاص كده هخلصهم كلهم بالشكل ده. اظن كده الفكرة وصلت. جربوها يا جماعة وما تنسونيش في تعليق حلو كده وقولوا لي ايه رأيكم فيها. حطيتها في التلاجة ونزلت عليها بحبة من الشوكولاته البيضة كده، كانوا باقيين عندي علشان تجمد وتمسك نفسها. هي طبيعي هتجمد اول ما تحطها في التلاجة لانها فيها شوكولاته. تمام. رصيتهم بالشكل ده. ودي كانت الوصفة بتاعتنا النهاردة، تحلية حلوة جدا ومفيدة ومغذية. أتمنى تجربوها. ما تنسونيش بدعوة حلوة ليوميات حنان في المطبخ. واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم بخير وسعادة إن شاء الله.